بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا العدد الجديد، والذي سنتكلم فيه مرة أخرى عن المنتخب وبعض الأخبار المحيطة به. سنتكلم عن كأس إفريقيا 2027 والورطة التي وضعت الكاف نفسها فيها. سنتكلم عن البدائل، وهل الجزائر بديل ممكن؟ سنتكلم أيضا عن قميص المنتخب أديداس والطلاق المرتقب بين الفاف وهذه الشركة الألمانية العالمية. لكن سنبدأ فيديو اليوم بلاعبي المنتخب الوطني للشباب، فابقوا معنا إن شاء الله سينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا أيضا الاشتراك ومحاولة إيصال القناة ل6000 مشترك. نبدأ بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، حيث أعلن الناخب الوطني عن قائمة تضم 23 لاعبا سيكونوا المعنيين بتربص في الأيام المقبلة ولقاءين وديين مع المنتخب المصري. القائمة ضمت في غالبيتها لاعبين من البطولة الوطنية، لكن مع 5 لاعبين محترفين فقط. القناة مخصصة للمحترفين، لذلك سنركز فقط على المحترفين. المهم، القائمة ضمت 5 لاعبين محترفين، لاعبين تواجدا في التربص الماضي وتواجدا في التربصات الماضية، وهما إيلان رفسي لاعب باري اف سي والذي تألق في دورة شمال إفريقيا، وأيضا الحارس قمداني حارس نادي مارسيليا، والذي أيضا تألق وكان أحسن لاعب في لقاء مصر الحاسم الذي قاد المنتخب للكان. القائمة ضمت في المقابل 3 لاعبين جدد سيكون الناخب الوطني مقبل على تجريبهم لرؤية إن كانوا قادرين على التواجد في كأس إفريقيا المحطة الأهم التي ستقام في مايو المقبل. بكل تأكيد ستعرف عودة أغلب اللاعبين الذين تألقوا في دورة شمال إفريقيا، لكن يمكن لهؤلاء اللاعبين الثلاث إضافة إلى اللاعبين المحليين الذين تم استدعائهم يمكن أن يقنعوا الناخب الوطني للسفر إلى المغرب. الاسم الأول الذي أعلن عنه الناخب الوطني وهو لاعب نزيم بن غزال لاعب نادي أميا، والذي يلعب في مركز الوسط، ويقال أنه يملك مستوى جيد. نزيم بن غزال يلعب في نادي أميا قلت، ويبلغ من العمر من مواليد 2009، يبلغ من العمر 16 سنة و17 سنة تقريبا. سيكون منوطا به إقناع الناخب الوطني بمنحه مكان، ولو أن الأمر سيكون صعب جدا. المنتخب الوطني يضم عدة لاعبين متألقين في هذا المركز. اللاعب الثاني الذي ضمه الناخب الوطني وهو اللاعب إيلان معمري لاعب نادي بريست. إيلان معمري من مواليد أيضا 2009 وينشط في مركز صناعة اللعب، أيضا مثل الوسط مركز صناعة اللعب يضم لاعبين ممتازين، لكن كل شيء ممكن، ويمكن لإيلان معمري أن يقنع الناخب الوطني بضمه نهائيا للمنتخب المسافر للمغرب. اللاعب الثالث والذي يقال من حوله الكثير وهو اللاعب زيدي ملوان، والذي يلعب في نادي بال السويسري، يلعب في مركز الهجوم. هو من مواليد 2009 ويبلغ من العمر 17 سنة فقط، لكنه يلعب في فريقه مع فريق أقل من 21 سنة، أي أكبر من سنه ب4 سنوات، وهذا ربما يكون دليلا على أنه لاعب جيد. سنراه وسنرى إن كان هؤلاء اللاعبين قادرين على تقديم المستوى الذي يقنع الناخب الوطني بضمهم للمنتخب الوطني. على العموم كثير من المعلومات مستقاة من حساب سكوادرا الخضراء، هذا ليس إشهار، لكن موقع ممتاز، تابعوه على تويتر سيفيدكم كثيرا، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب. نترك المنتخب الوطني للشباب وننتقل للمنتخب الوطني الأول، وسنبدأ قبل الكان بالقميص الذي سيرتديه المنتخب في الفترة المقبلة. مصادر فرنسية وإنجليزية أكدت أن الفاف على موعد مع إنهاء العلاقة مع العملاق أديداس بعد شراكة امتدت ل11 سنة كاملة. شراكة كانت تشوبها الكثير من المشاكل، خاصة في عهد زاتشي، وما قيل عن أنهم يمولون المنتخب الوطني فقط بالقميص الثاني أو الدرجة الثانية. الكل يعلم ما قيل في الموضوع طبعا. المهم، الفاف وبحسب هذه المصادر تكون قد أيقنت أن العلاقة إلى هنا والسلام عليكم، يجب أن ننهي العلاقة مع شركة أديداس. المصادر قالت أن الفاف تقوم بمناقصة من أجل اختيار القميص أو راعي القميص الجديد للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني صار أو منذ فترة، منذ عدة سنوات، منتخب كبير وعلامة
تجارية راقية، يلعب في كؤوس إفريقيا ويلعب أيضا في كأس العالم. أعتقد أن الفاف ستتعاقد مع شركة عالمية، ولما لا تكون نايكي الشركة الأمريكية الرائدة، إضافة ربما للعودة للعمل مع شركة بيوما التي هي ألمانية ورعت القميص الوطني لعدة سنوات. هناك الكثير من العلامات الرياضية، إن شاء الله فقط تكون العلامة الرياضية المنتقاة علامة عالمية أولا، وثانيا يكون العقد مفيد. ما الداعي لأن تكون علامة عالمية مثل أديداس ويكون العقد ليس جيد، التمويل ليس جيد، التوزيع ليس جيد. أيضا عائدات المنتخب الوطني والفاف من أموال بيع القميص وحمل الشارة ليس جيد. لذلك على الفاف العمل من الآن على اختيار راع يكون جيد عالمي أولا، ثم يضع الكثير من الملايين في خزينة الفاف من أجل تسهيل أمورها وتسهيل الكثير من الأشياء سواء للمنتخب الأول أو لمنتخب الشباب. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الموضوع، ننتقل مباشرة للموضوع الأهم في القناة، وهو التقرير الذي أوردته قنوات RMC الفرنسية، والتي أكدت أن القرار بخصوص كأس إفريقيا 2027 قد اتخذ وسيلغى تنظيم الدول الثلاث تنزانيا أوغندا وأيضا كينيا. الكثير من المصادر علقت على الخبر وأكدته بالمناسبة، وقالت أن دولة كينيا على وجه التحديد ليست جاهزة. صرنا الآن على بعد عام واحد فقط وكينيا لم تبني أي ملعب ولم تجهز أي ملعب. حتى الدولتين الآخرتين تنزانيا وأوغندا ليستا جاهزتين 100%. لذلك رأت الكاف أنها أمام مشكلة عويصة، التأجيل سيكون مصيبة أكبر. لذلك قررت نزع التنظيم من هذه الدول الثلاثة. الكاف قررت أن لا يؤجل كأس إفريقيا المقبلة، لأن هناك عام بعده سيقام كأس إفريقيا أخرى. قررت أن تنقل المسابقة. الRMC قالت أن المرشح الأول والأكبر هو جنوب إفريقيا القريبة من دول الجنوب. أصلا لا توجد إلا 4 دول جاهزة لإقامة اللقاء، لإقامة الكان، وهي مصر، المغرب، وأيضا جنوب إفريقيا، إضافة للجزائر. لذلك الكاف ملزمة باختيار أحد هذه الاتحاديات. الRMC تقول أنهم جنوب إفريقيا، لكن لغاية الآن لم يصدر أي بيان من الاتحادية الجنوب إفريقية أو من الحكومة الجنوب إفريقية ليؤكد أو ينفي الخبر. RMC قالت أيضا أن هناك مرشح لكنه ضعيف جدا، وهو رواندا. دولة رواندا السائرة في طريق النمو تريد تنظيم الكان من أجل تبييض صورتها أكبر وأكبر في العالم، لكن من الصعب إن لم يكن من المستحيل على دولة مثل رواندا تجهيز 6 ملاعب في ظرف عام واحد فقط. الأمر شبه مستحيل. لذلك RMC تقول أن 99% الكان سيقام في دولة جنوب إفريقيا. الحديث عن نقل التنظيم وأيضا إعطاء التنظيم لجنوب إفريقيا يعيدنا للأسئلة الكلاسيكية: لماذا لا تنظم الجزائر كأس إفريقيا؟ قلتها سابقا وقلتها مرارا أيضا: الجزائر لن تنظم أي مسابقة إفريقية إلا في حال شرط واحد وفي حالة واحدة، وهي اعتذار الكاف علانية وكتابيا عما وقع للمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، وخاصة في الكان الأخير، وهو أمر بالمناسبة لن يقع، وبذلك الجزائر لن تنظم أي مسابقة. هذا الأمر أو هذه الشروط لغاية الآن، لغاية اليوم 21 من شهر أفريل، مستقبلا ربما تتغير الأمور وتتغير المعطيات وتتغير وجهات النظر، ونرى ربما الجزائر تنظم، لكن لغاية الآن لا يوجد تنظيم. مصر بالمناسبة تسير في نفس الطريق مع الجزائر، هي على خلاف كبير مع موتسيبي والأقجع والكاف بشكل عام، لذلك تنظيمها صعب جدا. جنوب إفريقيا هي طوق النجاة الوحيد فقط. في حال ما رفضت جنوب إفريقيا التنظيم ستكون صدمة كبيرة جدا للكاف وإهانة عالمية. بالمناسبة الكاف لغاية الآن لم تعلن منظم دورة 2028، وكما قلت في بداية الخبر يجب أن يكون التنظيم محصورا بين هذه الدول الأربعة: جنوب إفريقيا، مصر، الجزائر، وأيضا المغرب.
وبما أن المغرب نظمت النسخة الماضية، وبما أن جنوب إفريقيا نظمت النسخة التي ستقام في 2027، المنطق يقول أنه يجب أن تكون الجزائر أو مصر، لكن المعلومات التي لدي أنه لن تكون هاتين الدولتين هما المنظمتين. الكاف ستعمل على إرضاء المغرب مرة أخرى من أجل إنقاذها وإقامة الكان المقبل 2028 في المغرب. هناك أيضا فرضية لإعادة إقامة الكان في جنوب إفريقيا في حال كانت جنوب إفريقيا طبعا قبلت التنظيم في 2027. لا تقولوا لي أن هذا الأمر مستحيل أو صعب، لأن الكاف منحت في 2015 و2017 على ما أعتقد التنظيم في نسختين متتاليتين لدولة واحدة وهي الغابون. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الفيديو، أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. اتركوا لي رأيكم في التعليقات، سواء بخصوص قميص المنتخب وما هي الشركة التي تفضلونها، أو بخصوص كان 2027 وهل الجزائر يمكن أن تنقذ الكاف وتنظم المسابقة، وفي حال كانت الإجابة لا، ما هي الدولة المرشحة وما هي رؤيتكم أصلا لما يحدث من تنظيم في القارة السمراء، القارة المحجورة كما أقول أنا دائما. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد إن شاء الله سيكون غدا. ابقوا أوفياء للقناة. السلام عليكم.